لقيتهم في السجن. استاذه رجاء، ده السجن بيحتف باسمك، عايزين استاذه رجاء. هذا البرنامج برعاية في بودكاست خبرة في استضافة إبراهيم النابي. يا مساء الفل ومساء السعادة على كل السادة مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بودكاست خبرة. اتعودتوا دايما مننا في كل حلقة لازم يكون معانا شخصية مختلفة في كذا مجال، ودايما كان بتجينا رسائل يا نابي انت دايما بتجيب في كل حلقاتك رجالة، ليه مش عايز تجيب ستات؟ وقررنا نجيب معانا في أول حلقة بنت الأشراف المحامية الأستاذة رجاء عبد الشريف. أهلا بيكي. اهلا بيك استاذ. اخبار معاليك عامل ايه؟ ربنا يخليك استاذ ابراهيم، نورتنا والله. يسعدك. ربنا يخليك يا رب دايما يا رب كده. نورت البرنامج. ربنا يخليك يا رب، ده نورك. والله انا سعيده ان انا مع حضرتك اصلا. ربنا يخليك يا فندم والله. ربنا يخليك. عايزين نعرف الساده المشاهدين مين هي استاذه رجاء عبد الشريف باختصار بسيط. باختصار بسيط، والله انا ام ل5 اطفال وتوفت اختي وخدت ابنها، بقوا معايا الحمد لله 6 اطفال. معايا واحده في اولى ثانوي وتانية اعدادي ورابعه ابتدائي وستة، يعني كل مراحل التعليم، وواخدين كمان درجات يعني يعتبر من الاوائل الحمد لله. ازاي بتوفقي بين عملك وبين البيت؟ والله هو بيبقى توفيق من ربنا في الاول في الاخر، يعني هو ربنا بيعين. بس انا معايا بنتي في اولى ثانوي، يعني يعتبر شايله معايا ربع المهام بتاعت البيت، بنت شايلاها. تمام. الحمد لله وربنا مبارك لي فيها، هي لابسه ادناء على فكره. فالحمد لله في اولى ثانوي دلوقتي وقادره ان هي تساعد معايا في اخواتها، في دروس، في مدارس، في تدريبات. مثلا معايا سيف بيلعب كوره، يوسف بيروح الجيم، بيشيل حديد كده يعني. اشمعنى اخترت تبقي محاميه؟ انا بحب المحاماه. ولا عشان خاطر مجموعك جاب كليه حقوق؟ لا خالص، انا اصلا كان معايا بكالوريوس تجاره، وبعد كده لما فتح التعليم المفتوح حقوق دخلت حقوق. الحمد لله توفقت، طلعت الاولى على دفعتي اول 3 سنين، السنه الرابعه طلعت الثانيه على الدفعه. جايبه امتياز في الجنائي وامتياز في التنظيم الدولي مع حضرتك هي الشهادات. جميل. فالحمد لله، يعني كان عندنا دكتور اسمه دكتور عاطف الهواري، انا فخوره جدا ان هو دكتوري اصلا. كنا انا وزمايلي في الدفعه كنا متراهنين ان انا هجيب امتياز في الجنائي ودكتور عاطف هيديني امتياز ولا لا. لان دكتور عاطف ده معروف جدا يعني طلبه حقوق ان هو صعب جدا وما بيديش امتياز طبعا لاي حد. حضرتك واخد حقوق طبعا عارف كده كويس. فكنا عاملين تحدي انا وزمايلي ومتراهنين ان انا مش هجيب امتياز، والحمد لله جبت امتياز في الجنائي وجبت امتياز في التنظيم الدولي. كان ساعتها دكتور عاطف هو دكتوري، يعني هو اللي اداني امتياز. شايفه نفسك شاطره في المحاماه؟ انا بحب المحاماه، اللي بيحب شغله بيديله. جميل. ايه اكتر قضيه حسيت ان انت نجحت فيها وسمعت معاكي؟ هي اكتر قضيه، انا اصلا طبعا كنت متجوزه في جنة، ولما انفصلت وجيت سفاجة، فكنت لسه بقى جديده في سفاجة او لسه نازله شغل جديد في سفاجة. فناس كتير ما كانتش تعرفني، فجت في مينة سفاجة كانوا جايبين يعني موكلين وكده ممسوكين في قضايا تزوير رخصة قيادة. تمام. فكان العدد كبير بتاع 7 أو 8 وكده، فكل محامي زميل خد موكل. تمام. فتقريبا كانوا 7 أو 8. فدخلنا كلنا وخدوا 4 في 15. جم طبعا احنا بعد ما بناخد 4 في 15 بنعمل حاجه اسمها استئناف. مظبوط. الاستئناف بينزل على قاضي استئناف، فبيديله اخلاء سبيل او بيكمل استمرار. فزمايله كلهم طبعا عملوا استئناف في نفس اليوم، يعني خدوا مثلا 15 راحوا عملوا استئناف، نزلوا ثاني يوم على نفس القاضي. مفيش قاضي هيغلط نفسه طبعا. انا طبعا عشان متابعه الدواير وشايفه الدنيا، فعرفت ان القاضي اللي هو بكره نفس القاضي بتاع امبارح. قلت مش هتروح، فانا ما رضيتش اعمل استئناف. استنيت لبعد كده لما اشوف القاضي اتغير، استنيت يومين. جم اخواتي الموكل انت ليه ما عملتيش استئناف؟ قلت لهم ده شغلي واثقين فيا سيبوني يعني. لا قالوا لي تمام في درجات. المهم عملت بعديها بيومين، كان 2 وصباح 3 نزلت على قاضي تاني ودخلت قلت له التزوير من شانه تغيير حقيقه ليسبب ضرر، ولا في تغيير حقيقه ولا في ضرر. فقال لي بناء عليه قلت له اخلاء سبيل موكله. خد اخلاء سبيل بكفاله 5000 جنيه. كانت مفاجاه وطبعا يعني كل اللي في العنبر 7 أو 8 هم مجموعه كلهم دخلوا واحد بس
اللي معايا انا بس اللي طلعوا. جميل. هو توفيق من ربنا صراحه، مش هقدر اعمل. لقيتهم في السجن. استاذه رجاء ده السجن بيحتف باسمك عايزين استاذه رجاء. جميل. على اساس ان ايه انا الوحيده. بس ده توفيق من ربنا. هو توفيق من ربنا، توفيق من ربنا. وبرده يعني في نسبه ذكاء ان انا مش هعمل استئناف على نفس القاضي. هو مفيش قاضي هيغلط نفسه، فانا لازم يبقى في قاضي تاني على الاقل يسمع وجهه نظري ويا يا لا. بس بيبقى توفيق برضه من ربنا، يعني في الاول في الاخر. انت اخترتي قسم الجنايه، وانت عارفه ان قسم الجنايه اصعب حاجه ممكن تتخيليها، من قتل وسرقه ونصب وتزوير، وبتتعاملي يعني مع قضايا صعبه. ليه ما اخترتيش قسم مثلا الاسره مثلا، على الرغم ان ست تجيب حق ست تدافع عنها تقف معاها؟ حضرتك رغم اني انا اديني محاميه وواحده ست ومنفصله عن جوزي ومعايا 5 اطفال منه، لا فكرت ان ارفع عليه قضيه نفقه ولا فكرت ارفع عليه ولا اي حاجه. وكل اللي بيني وبينه كل احترام وتقدير. جميل والله. يعني انا معايا بنتي هدير في ثالثه اعدادي، كانت السنه اللي فاتت، السنه دي راحت اولى ثانوي. طلبوا مني ولايه تعليميه. اسهل ما يكون ان انا اروح اقدم ولايه تعليميه واعملها. اتصلت بيه بالتليفون، معلش يا سيد بعد اذنك عايزه توكيل عشان انقل البنت. قال لي حاضر، عمل لي التوكيل وبعت لي. جميل والله. حل الموده بعد يعني ما فيش، لا في كل تقدير واحترام بيني وبين طليقي وبصراحه يعني ما شفتش منه حاجه وحشه ولا شاف مني حاجه وحشه. واولادي برضو عايزهم في اي لحظه بيرن بالتليفون، ببعتهم له، بيقعدوا عنده وبيرجعوا لي تاني في الاجازه. بس طول ما هم في الدراسه لا، هو ما بيفكرش اصلا ان هو يطلبهم الا بالتليفون، لكن هم يروحوا ويسيبوا دراستهم كده لا. ايه الرساله اللي انت حابه توجهيها مثلا لكل زمايلك المحامين؟ يعني انا عايزين نبقى كلنا ايد واحده في الاتحاد قوه. لما يبقى في محامي زميل في ازمه او في مشكله لازم كلنا نبقى معاه. جميل. يعني انا كنت في سجن سوهاج، وكان معايا زميله محاميه انا ما اعرفهاش ولا تعرفني، بس لقيتها بتتكلم مع المأمور بيقول لها مش هينفع تدخلي تزور. بتقول لي ده اخو جوزي. قال لها لا مش هينفع، معلش هي لو مش هتنفع تدخل كاخو جوزها فهي من حقها ان هي تدخل كمحاميه. جميل. فانا دخلت معاها وكلمت واتناقشت مع المأمور وصممت ان هي تدخل يعني انت عايز توصلينا لازم يكون ايد واحده وكلنا مع بعض. لازم نبقى ايد واحده يعني في الاتحاد وما نسيبش بعض. بالظبط كده. جميل. لان عشان المحاماه تكبر واسمنا يكبر لازم نبقى كلنا مع بعض ايد واحده. ايه الرساله اللي انت حابه توجهيها لكل طلاب حقوق بمناسبه احنا داخلين على امتحانات؟ اقروا كتير. يعني القرايه بتثقف، بتخليه تبقى مستوعب. ما تستناش ان انت تنزل تتمرمط عند محامي ولا تتدرب عند محامي لشغل اداري. لا، الشغل الاداري اي حد ممكن يعمله. لو واحد دبلوم صنايع ممكن يخلص شغل اداري. لكن لا، انت انزل واشتغل، خد شغل لنفسك، جمد قلبك، خد شغل يعني لنفسك. ينزل المكتب مع محامي. ينزل مكتب مع محامي. يعني دايما بشوف ان في ناس بتعاني جدا من قصه ان الطلاب ينزلوا مع محامين. معلش يعني بالظبط. يعني مش بحس ان هو بيتعلم. يعني روح تعالى اعمل كذا. هو مش عايز يعني يعلم. تنصحيه يقول يعمل ايه؟ لا، يعلم نفسه. يعني ينزل يروح محكمه ويتدرب ويغلط ويعمل، يحضر مثلا لو في قاعده جنايات قدامه يدخل ويسمع المحامي بيترافع ازاي. جميل. يسجل مرافعات للمحامين كبار، يدخل على النت ويبحث ويدور. انا ما استنيتش محامي مرمطني ولا يشغلني اداري ولا ان انا اشتغل بمرتب. لا، انا لما قررت اشتغل قررت ان انا افتح لوحدي واشتغل لوحدي. ما انكرش ان انا اتعلمت من اساتذه كتير وكلهم بصراحه كل اللي طلبت منه معلومه ما تاخرش معايا والحمد لله. يعني والنقيب بتاعنا استاذ عادل الحادي برضو ما بيتاخرش معانا في اي حاجه. عامله دور محمد كامل. عامله دور في حياتك خاصه بالمحاماه، حاجه كده لله كده، استشاريه، استشاره قانونيه. حد محتاج، لان الاستشارات بسم الله ما شاء الله اسمع اجل استشاره هنا ب 1000 وب 2003. ما فيش الكلام ده والله. انا ما بحبش اشتغل قضايا الاسره برضو عشان حوار التعاطف الانساني ده. يعني انا اكتر من حد يجيني في قضيه اسره واقعد معاهم واصلحهم على بعض ويمشي. طب جميل. يعني انا ما بعرفش بجد والله ما بعرفش ان انا اشتغل اسره، لاني بحس ان لا، لازم تستحمل شويه عشان اولادك. لا اصل ما يعني اللي يشوفها هي وفستان الفرح ما يشوفهاش هي جايه تقول انا عايز اخلص بكل انا عايز اخلص. طب انت ما لحقتيش، يعني انت شفتي ايه، تعبتي ازاي؟ يعني تظهر رجال نفسها في ايه؟ انا في الزحام وسط اولادي. جميل. فكرتي ان انت تنزلي انتخابات؟
بتفكري؟ لا والله، بس انا يعني انتخابات النقابه كتير من زمايلي قعدوا يقولوا لي انزلي احنا عايزين عنصر نسائي. شايفه ان انت مقبوله مع المحامين ولا الانتخابات. من جواكي؟ والله هو اول ما نزلت كان في حرب عالميه. بس بعد كده الحمد لله يعني كل زمايلي معايا وربنا يهديهم عليا. يا رب ان شاء الله. مش هقول لك اكتر من كده. ايه الرساله اللي انت حابه تقولها لاولادك؟ لاولادي يعني اولادي انا عشمان في ربنا خير ان ربنا يعوضني صبري فيهم. لاني عايز اشوفهم حاجه كبيره، نفسي اشوفهم اعلى المناصب. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. اخر سؤال، تحب تقول ايه لكل ست مصريه صعيديه جنويه؟ خلي بالك من ولادك، والام مدرسه وهي اللي بتاسس العيل وهي اللي بتطلعه، وبايدك تطلعي ابنك حاجه كويسه وبايدك تطلعي ابنك حاجه وحشه. يعني حافظوا على اولادك. ورغم الظروف اللي تقابلكم لازم تبقى ست اصيله تحافظ على بيتك وعلى نفسك. احنا سعداء جدا بيكي وكان نفسنا نكمل معاك اكتر، وان شاء الله يكون لنا لقاء اكتر تاني معاك ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. موفقه دايما ان شاء الله، نسمع عنك كل خير. يا رب ان شاء الله. زي ما شفت معانا يا جماعه، كان معانا بنت الاشراف الجنويه الصعيديه الاصيله الاستاذه رجاء عبد الشريف. رغم الظروف اللي مرت بيها، ولكن النهارده بسم الله ما شاء الله عليها النهارده في المحاماه، رغم ان هي برضو ظروفها صعبه لكن اولادها بسم الله ما شاء الله. فاتمنى كل التوفيق لكل الستات المصريه الاصيله ان شاء الله. انتظرونا في لقاء جديد في برنامج بودكاست خبره مع النبي. الى اللقاء. البرنامج برعاية في بودكاست خبرة في استضافة إبراهيم النابي.